كنت قاعد نيماجيني، قلت لو كان زعما 55 مليون جزائري يديروا لنا دواء تاع رقاد في الماء نشربوه ونرقدو كامل ابلا، نوضو صباح نلقاو الجزائر تسقمت بقدرة قادر، معجزة. الجزائر تسقمت ولات خير من المانيا، خير من امريكان، خير من سويسرا والعياذ بالله. يا ودي الجزائر تطرطق، ينوض الخدام حتى 9 ونص تاع الصباح. ياك احنا هكذا حابين الجزائر تتسقم، بصح ماشي حنا اللي نسقموها، بالمعجزة هاي تسقمت. ينوض الخدام حتى 9 تاع الصباح، يروح للخدمة بكوبلي قهوة، يقول له لا جوا راك رايح، يقول له راني رايح للخدمة. ما تقدرش تدخل. كيفاش هذه ما نقدرش ندخل؟ ساعات من 4 حتى ل 11 ندخل نورمال، يوم 9. قالوا لا اللي يدير روتر ما يدخلش. والله ما تدخلها. قال له ودي 50% نص تاع الشركه راهم روتا وراهم مفصلين عن العمل، والنص اللي بقى 25% منهم ما عندهمش الكفاءه والاهليه باه يخدموا، دخلوا بالمعرفه والرشوه، يفصل عن العمل. و25% اللي بقى هما اللي دخلوا 25% اللي ما عندهمش الاهليه، دونك هما اللي يحكموا الرشاوي والمعرفه، يروحوا للحبس. بعد مرور 3 ايام نصف الشعب الجزائري شوماج والنصف الاخر في السجون. شكون يخدم؟ ما خرجتش علينا الجزائر الجديدة هذه، لا 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 أبدا أبدا. رجعونا الجزائر القديمة، ندخل على 11 ندخل على 9. المواطن ندير معاه كيفاش نحب، نشنف على المواطن، نسرق، ندي. يا خويا ما خرجتش عليا القانون هذه. انتم حابين ترجعوا لنا ألمانيا؟ لا احنا الجزائريين خليونا الجزائريين، رجعونا الجزائر القديمة يا جماعة. ما خرجتش علينا هذه البلاد، ماناش حابين تبدلوا لنا.